عرفتش كيفاش دا الناس وين على فراش طومبور وريش النعام، وانا صافتني الناس الدص في البيت ديال بواجده في عكاشه. كيفاش خلاني في الجيون مليوحه في نصاص هاد الليل، كيفاش عطاه خاطر وحنا في التقديم وعطاتنا مهله للصلح وخرج باش ندوي مع الدفاع ديالو. كنتلاقى مع جدار مازال ما تقبلتهاش، ومازال انا كنقول هذاك الراجل ما فيه الشر، شي واحد معمرو مازال ما بغيت نوي فيه السوء، ومازال ولادي عمرني ما غنخسر لهم الصوره د الاب ديالهم ولا ندير نبقى نقول لهم باكم دخلني للحبس وباكم داروا باكم فعلوا باكم ما يسواش. هادشي ما نديروش، مع العلم ان العائلات بزاف كنعرفهم كيطلقوا كيديروها من الام ديالي وجبد، ولكن انا والله ما نديرها معاه. عمري ما نخسر لولادي الصوره ديال باهم، بالعكس انا محتاجه ليه يعاونني في 4 الولاد، يكون ولد الناس واخا طلقني يجي يشوفهم، واخا هو قال لي تنزلي على ولادك ما تعاوديش تشوفيهم، لا بغيتي نخرجك من عكاشه وشرط 48 ساعه وصيفط لي ايميل ولا وافقت لك عليه وشفت الحاله الصحيه ديالك واش انت طبيب اخويا، الا كنتي بسيكياتر ولا كنتي هذا قولها لينا ماشي مهندس نعرفوك شنو الصفه ديالك، كيفاش شاد عليا ملف طبي. راه احمق هو النرجسي، هو اللي ما كيبغيش يعترف بلي زيغ ديالو هذاك هو، والاحمق هو الذي لا يفرق بين الخطا والصواب. وتمنيت لو كنت حمقى في ديك الوقيته اللي لحني فيها في عكاشه، وشحال كنقول يا ربي كون كانت عندي شي شهاده طبيه ونيت حمقى في الفعل ويديروا عليك خبره طبيه ولقاوني حمقى ما غتسقط المتابعه، غيصيفطوك 36 ما غيصيفطوكش العكاشه، 36 ارحم ليا وناكل الدواء ونتكالما مع راساتي. ولكن الحمد لله لقاوني بكامل القوى العقليه وصيفطوني كعاقله، مشات العكاشه تربى وتربيت ورباني وعاقبتيني. ايوا دابا شنو بغيتي؟ اش غنبقاو ندخلوا الاولاد في الموضوع؟ الاولاد اجي تحاوروا، بغيتك انا دابا اقسم بالله خرجت من عكاشه وجات عندي المحاميه ديالي وشنو كنطلب منها؟ الله يخليك عافاك واش نمشي ندق عليه في الفيلا ديالو بغيت نشوف ولادي. هذا هو الشيء اللي بغيت ندير اليوم. ساعه ما لقيتش النسخه التنفيذيه ديال الحكم ديال الطلاق ديالي، ما لقيتهاش عندي، يا باش قلت لك لقيت لي دوكيمون مشاو ليا من الطوموبيل، تهزات لي الطوموبيل مرارا وتكرارا. هذه حتى هي داخله في الاعراف، داخله في هذاك الشيء اكزاكت. بغيت نشوف غير ولادي بلا مفوض قضائي بلا حتى شي حاجه. سيدي غنعنق وليداتي ونشوفهم ونقول لهم توحشكم، دمرتيني على جميع المستويات مهنيا، الله يعاون المهنه. ما بقيت لا مهندسه لا دكتوره لا حتى شي حاجه، ما بغيتش نخدم اسيدي، بغيت غير ولادي ما بقى عندي دراهم، ما بقى عندي كتاف، ما بقى عندي عقل انني نخدم مهنيا ولا نزيد جو بيرس ولا نبني اكوالوفت مع عماره اخرى ولا ما بغيت والو. بغيت ولادي ناكل معاهم القليل، نشقى علي ندير عليهم الميناج بلا نعيش بلا مساعده، بلا ما تكون عندي لا خدامه لا جوج صافي، انا نطيب ليهم نصوب ليهم طبيله رمضان اي حاجه ولادي، حيت ما يمكنليش نعيش بلا اسره. انت راه دابا عندك اسره، عندك باك، عندك خالتك دايرين بيك، انا ما لقيت حتى شي واحد، ما عندي حتى شي واحد، انا يتيمه الحين، ما لقيتش اللي يقارد عليا باش دخلت العكاشه، ما لقيتش اللي يشد ليا تسوار داري وطوموبيلتي كما كانت المحاميه اللي هزاتهم عند والديا بقاو كيتلاداو، ما لقيتش اللي حافظ ليا على اوراقي على الشيكات ديالي على حتى شي حاجه، لانني دخلت بغته. نهار اللي مشيت عند البوليس ما واجهونيش، عرفتي شنو؟ حط عليا جبل ديال الاتهامات، ما واجهونيش بهم، قالوا لي تبارك الله عليك كنتبعوك في اللايفات ما شاء الله عليك، سيري راه بغاك وكيل الملك للتقديم. شمن النهار بغيتي؟ الثلاث الاربعاء ولا الخميس؟ قلت لهم حتى الخميس عندي رونديفو مع الدونتيست. مشيت عند الدونتيست جزاه الله بخير، درت معايا كولابوراسيون ديك الليله، جيت لعندك دوزنا داك البرنامج، تلقاني في التقديم، قال المحاميه ديالي